حبي جميل. أنا اسمي لورنا وأنا من اسكتلندا. انت اتعلمت الرقص الشرقي فين؟ أنا علمت الرقص الشرقي في اسكتلندا أول، ده بلدي. وبعد شوية أنا جيت مصر عشان أخد دروس من الفنانين رقص شرقي هنا، عشان الفنانين رقص اللي في مصر أحسن من أي مكان في الدنيا. أنا كنت شغال في الحكومة البريطانية، ونفس الوقت أنا كنت شغال هناك. أنا عملت الجامعة مفتوحة في سايكولوجي. وليه اخترت الرقص الشرقي كمهنة؟ أنا مش اخترت الرقص الشرقي، الرقص شرقي هو اللي اختارني. أنا دلوقتي قاعد في مصر 8 سنين ونص. ايه أسوأ موقف حصل لك في مصر في خلال السنين دي؟ الثورة أكيد، عشان أنا كنت بعيط. ازاي أنا أرقص لما ناس في الشارع نفس الوقت أموت؟ ما ينفعش، عشان ده بيتي ودي بلدي وعمري دلوقتي هنا الإخوان. ولما ده حصلت أنا كنت بفكر أكيد الأيام الرقص في مصر خلصت. ازاي لما هم بفكر حاجة زي باليه ممنوع، هم بفكر ايه على رقص شرقي؟ اليوم سيسي جت، انا كنت بص في الشارع وكان ناس كتير في الشارع برا، هم كانوا فرحانين وهم كانوا برقص. ولما انا شفت الناس رقص في الشارع انا عارفة الايام الرقص لسه كتير قدامنا. For one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! لورنا، انت اصلا اسكتلنديه، فكنت عايز اعرف انت كنت مع ولا ضد الانفصال عن بريطانيا في الاستفتاء الاخير؟ ايوه فعلا انا اسكتلنديه، بس كمان انا بريطانيه، انا الاثنين. وانا كنت عايز اسكتلندا اقعد مع البريطانيه لكذا حاجه كذا سنه، ما كنتش احس ريلاكس اوفر، عشان لما انت بتتكلم على ايه بعدين مع سترليني وايه بعدين في اليوروبيان يونيون وكده، انا مش ريلاكس مع كل حاجه هم قالت. عشان كده دلوقتي انا احس احسن لو احنا قعد بعض، الاحلي اقوى لما مع بعض. وانا احس البريطانيه اسكتلندا انجلترا ويلز ونورثرن ايرلند 4 اقوى لو مع بعض.